السلام عليكم متابعينا الكرام. إليكم موعد وتوقيت مباريات الجولة 11 من البطولة المغربية لكرة القدم، القسم الأول موسم 2022-2023. ولكن قبل ذلك إليكم نتائج مباريات يوم الجمعة، حيث الدفاع الحسني الجديد ينتصر على أولمبيك خريبكا بهدفين لهدف واحد، نتيجة تجعل أولمبيك خريبكا يغرق في ترتيب البطولة. والرجاء الرياضي يقسو على اتحاد طنجة بثلاثية نظيفة في ملعب هدر الأخير، حيث يحتل المركز الأخير بنقطتين فقط. فريق البوغاز يغرق وأصبح مهدد بشكل كبير بالنزول إلى القسم الثاني من الدوري المغربي. والآن إليكم البرنامج المتبقي من الجولة 11 من البطولة. مباريات اليوم: المغرب الفاسي يواجه اتحاد توارقة، مباراة قوية تنتظر الماس، حيث طريق سكيتيوي يواجه عبد الرحيم شكيليط، والمدربان من أبناء المغرب الفاسي. مواجهة نارية بين الفريقين، وتنطلق المباراة على الساعة 4 زوالا. وحسنية أكادير يستضيف أولمبيك أسافي على الساعة 6:15 مساء. أما مباراة ديربي الشرق ستنطلق على الساعة 8:30 ليلا. صراع في أسفل الترتيب، نهضة بركان يبحث عن فوز يمكنه من تسلق الدرجات في سبورة الترتيب. أما مولودية وجدة يريد 3 نقاط لأنه يقبع في المركز 14 ب9 نقاط فقط. أما مباريات يوم الأحد ستنطلق كلها على الساعة 4 زوالا. المغرب التطواني يستقبل الوداد الرياضي، مباراة قوية. فريق الوداد يسعى إلى الفوز ليمحي هزيمتين متتاليتين أمام الجيش وشباب المحمدية. والمغرب التطواني سيعاني أمام الوداد. والجيش الملكي يستقبل الفتح الرباطي في ديربي الرباط، مباراة نارية، خصوصا الجيش يحتل المركز الأول والفتح يحتل المركز الثاني. صراع على الرتبة الأولى، مباراة تعيد بالكثير. وشباب السوالم الرياضي يواجه شباب المحمدية، مباراة وسط الترتيب بنفس عدد النقاط 14 نقطة. شباب السوالم الرياضي في المركز التاسع وشباب المحمدية في المركز الثامن.